النهارده بقى وبعد 4 سنين من آخر مرة خدت زقزوق وزقزوقة معايا المصيف. ولو حضراتكم كنتم متابعين عندي القناة وفاكرين إن كانت زقزوقة باضت بيضة عندي في البيت، وتقريبًا والله أعلم كمّلت بقية البيض في المصيف، فأنا من بعدها قررت إن أنا مش هاخدها معايا خالص في أي مصيف تاني عشان اللي حصل. بس للأسف الشديد لمّا لقيت نفسيتها ابتدت تتعب هي وزقزوق وبطّلت بقى تبيض، وحاولت تعاقبني وتقول لي: "أدام أنتِ ما بتاخدينيش المصيف عشان البيض، أنا كمان مش هابيض." بقى لها سنتين كده ما باضتش عندي، فأنا قررت إن أنا أكسر الروتين وآخدهم معايا أفسّحهم. خدت زقزوق وزقزوقة وبندق وبندوقة، وقُلنا بقى نطلع يوم كده نغيّر فيه جو، وزي ما حضراتكم شايفين كده كانوا مبسوطين جدًا، جدًا بالمساحة الواسعة، لإن طبعًا هُم في بيئتهم الطبيعية بيمشوا بقى على حاجات خضرا وعلى رمل، وبياكلوا بقى من الحشائش بتاعة الأرض، وبقى فيها كالسيوم وفيتامينات رهيبة. فطبعًا هُم بقى انطلقوا زي ما حضراتكم شايفين كده، كان يوم رائع. وأنا حبيت بقى طبعًا أصوّر لكم اليوم ده وأورّيكم قد إيه كانوا مبسوطين جدًا، جدًا. طبعًا أنا عشان طبعًا موسم البيض دايمًا بييجي في الصيف، فأنا كنت باخاف آخُدها معايا، مثلًا تكون عايزة تبيض والّا حاجة يحصل لها تبيض في أي مكان أو يحصل لها احتباس للبيض، فالموضوع بيبقى مُقلق شوية بصراحة، لإن طبعًا موسم البيض دايمًا بييجي في الصيف في عِز وقت المصيف يعني. بس بقى قررت بقى قُلت لأ، لازم أغيّر الموضوع وآخُدهم معايا يغيّروا جو، وفعلًا الموضوع فرق معاهم جدًا. بُصّوا زقزوقة ابتدت تاكل، وهنا طبعًا بندوقة خدت في وشّها وجريت. طبعًا أنا لو عيني راحت عنهم شوية ممكن ما الاقيهمش، لإن المساحة واسعة جدًا زي ما وريتها لحضراتكم في بداية الفيديو، كُلّه كان منطلق وكُلّه كان فرحان وكُلّه كان سعيد. طبعًا هنا الولاد اللي كانوا على الشاطئ لمّا شافوا السلاحف رايحة وجاية كلّهم حبّوا ييجوا يتفرّجوا معاهم ويلعبوا معاهم ويتصوّروا معاهم، بجد كان يوم رائع. أنا كمان صوّرتهم على الشاطئ هنا، أنا مصوّراهم على النجيلة، وبرضه خدتهم على الرملة وعلى الشاطئ، بجد كانوا مبسوطين جدًا وفرحانين، كان كلّهم نشاط وحيوية وشهية مفتوحة، شايفين عمّالين ياكلوا ما شاء الله، ومبسوطين جدًا بالأكل. بالمكان الواسع وبالهوا. بجد يا جماعة الموضوع ده بيفرق جدًا في نفسية السلاحف، ومش السلاحف وبس، أي حيوان عندنا على فكرة. شايفين زقزوق هيدوس على بندق، يعني عشان ربنا مدّيك بس يعني يا زقزوق ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيك، عشان أنت جسمك أكبر وأقوى. شايفين بندق مش باين خالص تحت زقزوق. شايفين؟ أهو بيستعرض بقى عضلاته الأستاذ زقزوق كالعادة. بصراحة يا جماعة السلاحف المصري لذيذة أوي في تربيتها وكيوت، والسلاحف اليوناني برضه كل واحد ليه مميزات في تربيته. هنا طبعًا أنا لقيت حتّة كده نازلة لتحت شوية عند الشجرة، فقُلت أمّا أحطهم فيها يبتدوا يلفوا حوالين الشجرة، عشان طبعًا أمّا باطلّعهم برّه في الحديقة بيبتدوا ينتشروا بطريقة رهيبة زي ما حضراتكم شايفين، يا دوب بس الولاد يلمّوهم، لإن زي ما قُلت لكم ممكن أي حد يكون طفل أو حاجة معدّي ممكن يشوف سلحفاة ياخدها يلعب بيها، ما هو مش فاهم بقى، فلازم كانت تبقى عيني عليهم كويس جدًا. هنا طبعًا زقزوقة اقتحمت المكان وابتدت تخرج، ده طبعًا الثبت اللي بانقلهم فيه باستمرار لمّا باكون مسافرة في أي مكان، لإنه زي ما حضراتكم شايفين مخرّم من كل مكان، وكمان ما شاء الله يعني أمان، أحلى من الكرتونة. بس طبعًا السَبَت كان يا دوب على قد زقزوق وزقزوقة، بس أنا قُلت لهم بقى خدوا جنبكم كده بندوق وبندوقة وإيه وسيعوا بعضيكم يا جماعة عشان كلّكم تتفسّحوا. هنا طبعًا زقزوق بيكلّم بندوقة وبيقول لها شُفتِ أنا خدتِك معايا في السَبَت أهو، ما رضيتش أسيبِك عشان تغيّري جو معانا. وهنا طبعًا زقزوق ما سكتش وراح لبندوق قال له بُص أنا خدتك معايا في السبت، أنا هاطلع الوقتي وأنت تيجي تسندني عشان ما أقعش ويبقى شكلي وِحِش جدًا قدّام زقزوق، وأنا ما صدّقت إن إحنا نخرج ونتصالح ونبقى كويسين. شايفين زقزوق بندوق بسم الله ما شاء الله أهو دخل تحت زقزوق فعلًا سنده لغاية ما خرج وطلع وعرف يعدّي. طبعًا هنا زقزوقة بقى مندمجة ومبسوطة جدًا وعمّالة تاكل ومستمتعة على الآخر.
هنا طبعا زقزوق بقى عايز يستكشف المكان كالعادة. وهنا لسه بقى اما نشوف بقى مين اللي هيطلع الاول، بندوق ولا بندوقة. طبعا السلاحف المصري رقيقة جدا وكيوت قوي وهادية كده، يعني ما شاء الله عليها في كل حاجة، في اكلها، في التويلت بتاعها، في حركتها، غير السلاحف اليوناني. بس السلاحف اليوناني ما شاء الله برضو مناعة وقوة وشجاعة وحاجات كده كتير حلوة، كل حاجة يعني كل نوع فيهم بصراحة ليه مميزاته. بصوا بقى زقزوقة، دماغ ما شاء الله. بصوا مع نفسها، مش ليها دعوة بأي حد، هي مستمتعة بطعم الحشائش اللي موجودة ومع نفسها خالص. هنا بقى بندوقة برضو بتطلع عايزة تنطلق. هنا بقى بندوقة بعد ما مشيت وراحت وجات، انا صورت لكم لقطة كده، راحت داخلة تحت. بصوا يا جماعة، دخل تحت الشجرة دي، شجرة، وراحت داخلة دفنة نفسها تحت اوراق الشجر، ازاي زي ما بتعمل في الطبيعة بالظبط، عمالة بتحفر وتدفن نفسها تحت اوراق الشجر عشان تحمي نفسها طبعا من اشعة الشمس، فبتبقى مبسوطة جدا. فدي ابسط حاجة ان احنا نقدمها للسلاحف، ان احنا نوفر لهم على قد ما نقدر بيئة تشبه لبيئتهم الطبيعية. ابسط حاجة يعني لو عندنا حديقة وربنا السلاحف فيها، بجد بنربي تربية سليمة 1000000%. ما شاء الله، لان السلاحف بتتأقلم وبتعرف توفر لنفسها درجة حرارة مناسبة وأكل وغذاء وكل حاجة ونشاط وكل حاجة. هنا طبعا ما شاء الله زقزوق وزقزوقة الاتنين ما شاء الله عليهم، عجبهم قوي الاكل والحشيش والحاجات دي والنجيلة والحاجات اللي في الارض دي، وابتدوا ياكلوا، وانا كنت مبسوطة جدا من الموضوع ده. على فكرة وما روحنا الموضوع فرق جدا مع زقزوق وزقزوقة وبندوق وبندوقة عن بقية السلاحف. طبعا انا عندي سلاحف كتير بس مش كان هينفع اخدهم كلهم معايا على الشاطئ. يعني انا كنت كده هشغل الشاطئ كله معايا. فقلت لا، انا هكتفي ان انا اخد زقزوق وزقزوقة وبندوق وبندوقة. والاربعة دول بجد جننون، يعني يا دوب بقوا الولاد يمسكوهم الحقوهم. هيضيعوا كده يعني. فبس كانوا مستمتعين خالص بجد. بقى اما رجعنا فرق جدا في نفسيتهم. طبعا انا كنت عملت لكم اكتر من فيديو قبل كده، قلت لكم زقزوق حتى بطل يعمل حركات التزاوج مع زقزوقه، وبطلوا يتحركوا، يا دوب بيقوموا ياكلوا ويناموا. وحتى مفيش حركات تزاوج عندي، ولا في نشاط، ولا في يعني النشاط اللي كان عندهم الاول ده ما عادش فيه. بس بجد لما بقى رجعنا لقيت ما شاء الله شهيتهم مفتوحة وعندهم نشاط وفرحانين وعلى فكرة فرق معاهم. ما تفتكروش ان الموضوع ما فرقش ولا الموضوع بسيط، لا بجد بجد الموضوع فرق معاهم جدا، وانتوا شايفين اهو. ما شاء الله ما شاء الله يعني. بجد يعني انا بنصح اي حد السلف عنده كسلانة او مثلا قطع اكل، غيروا المكان، ودوهم في مكان واسع، ودوهم في مكان فيه كده نجيلة واوراق شجر وحشيش وحاجات وزرع. هتبتدي تاكل زي ما زقزوقة، بصوا مستمتعة قوي قوي يعني. هتبتدي تاكل وهيبتدوا يتحركوا والموضوع هيفرق معاهم بقى الفترة التانية. هنا طبعا بوريكم برضو التأثير الخروج على السلاحف المصري. برضو طبعا السلاحف المصري معروفة ان هي على طول نايمة، ما عندهاش نشاط خالص، نادر لما بتتحرك. لا، مجرد ان انا خدتهم وغيرت لهم النشاط رجع لهم تاني. وزي ما حضراتكم شايفين كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. ما تنسوش اللايك الحلو، كمان تصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصلوا مني كل جديد. بحبكم في الله، الى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم.